لقاء وموعد مع المشاهير، والنهاردة حلقة خاصة عن نجمة من نجمات الزمن الجميل، الفنانة كاميليا المصرية، نجمات الزمن الجميل وملكة جمال عشقها الملك فاروق، ولكنها هربت منه وأحبت رشدي أباظة. مش جايز البنت دي مع فقرها وبساطة مركز أهلها تكون أحسن من أي بنت عظيمة؟ كلام فارغ. كل واحد لازم يتجوز من فصيلته. الجمل عمره ما اتجوز منه. ولدت يوم 13/12 عام 1919، وتوفت يوم 31/8 عام 1950 في حادثة مفجعة ونهاية مأساوية. ممثلة مصرية من أصول يهودية، اسمها الحقيقي ليليان فيكتور ليفي كوهين، وكانت من أكثر نجمات السينما تألقا. يا قشطة اخبطيه كمان رمش يحصل كونتاكت. يا جماله يا ماما، يا جواهره يا ماما. جمالك نادر المثال، وسحرك ما يخطرش على بال. هقول لك ايه يا عظم، اعتبرني جارية من جواز. وأعلاهم أجرا في منتصف الأربعينات، وحازت على شهرة واسعة، وارتبط اسمها بعدة حوادث وألغاز سياسية ومخابراتية في عهد الملك فاروق، وقيل إنها كانت على علاقة به وهربت منه لتتزوج الفنان دونجوان السينما المصرية رشدي أباظة. قدمت العديد من الأفلام الكلاسيكية، وكان آخر أفلامها عام 1950 مع أمير الغناء العربي فريد الأطرش بعنوان آخر كدبة. نعيم الدنيا في حبك. توفيت في ظروف غامضة يوم 31/8 عام 1950، عندما سقطت أول طائرة مدنية مصرية، وهي الطائرة ستار أوف ميريلاند، رحلة رقم 903، في الساعة 4 فجرا بالقرب من محافظة البحيرة، والتي كانت متجهة إلى روما. وكانت الطائرة على متنها 48 راكبا، من بينهم الفنانة كاميليا التي عثر على جثتها نصف متفحمة في رمال الصحراء. فقيل كثير عن سبب سقوط الطائرة بعلاقة الملك فاروق وعلاقة الموساد الإسرائيلي بتدبير الحادث، نظرا لارتباط كاميليا بالموساد ونقل أخبار حربية لقربها من الملك فاروق في حرب 1948. دي كانت نبذة سريعة مختصرة عن الفنانة كاميليا